يا هلا والله وغلا بكل اللي تابعوني. حي الله الوجيه الطيبة. تدرون يا جماعة، أحيانا الواحد يمسك خط يسافر بين مدن مملكتنا الغالية ويشوف هالجبال تمر من جنبه، جبل أسود، جبل أحمر، جبل مقسوم نصين، ونقول سبحان الله، خلق فأبدع. بس هل فكرت مرة إن هالجبل اللي تشوفه يمكن قبل 2000 سنة كان بطل لقصة حب هزت الديرة؟ أو كان شاهد على مأساة خلت الناس لين اليوم يهابون يمرون من عنده بالليل؟ بيني وبينكم، أنا إنسان أعشق أنسنة الأشياء، يعني ما أحب أشوف الجغرافيا كأنها درس غثيث في المدرسة، لا، أحب أشوفها روح. واليوم نبي نسولف عن أسطورتين والله يا جماعة إنها تنافس أفلام هوليوود في الحبكة والدراما. نبي نتكلم عن أجا وسلمى وعن مقلع طمية. خذ لك مركاه وجهز دلة قهوتك وخلك معاي في هالهدرة الممتعة. القصة الأولى: أجا وسلمى، ملحمة العماليق. خلونا نرجع بالزمن ورا مرة، قبل لا تكتب السير وقبل لا تبنى المدن اللي نعرفها. نبي نرجع لزمن العماليق. تخيلوا معاي ناس طوال، أعراض، جبال تمشي على الأرض، القوة في عروقهم كأنها صخر. في هذيك الأرض اللي نسميها اليوم حائل، كانت الحياة قاسية والقلوب أحياناً أقسى. أجا، الشاب اللي حب المستحيل. كان في شاب اسمه أجا ما كان مجرد رجال عادي، كان يمثل الشموخ والجمال في ذاك العصر. والطرف الثاني سلمى اللي كان جمالها تسوالف به كل القواهل. الحب بينهم ما بدأ في كافيه ولا برسالة سناب، بدأ بنظرة عند بئر ماء، نظرة اختصرت كل حكي العالم. يا جماعة، تخيلوا حجم التحدي، أنت تحب بنت من قبيلة، والقبائل وقتها كانت دولة بحد ذاتها، والتقاليد قانون ما ينكسر. أجا كان يعرف أن حب لسلمى مثل اللي يطرد سراب أو يمسك جمر بيده، بس القلب ما يهوى. الحب يا أخواني هو اللي يخلي الواحد يسوي المستحيل. دخلت في الخب واحدة اسمها العوجة، كانت هي الحضن الدافئ لهم، هي اللي شالت همهم واسترت عليهم، كانت تفتح بيتها بالخفية. تخيلوا ذيك الليالي، القمر شقة ونوره فوق رمال حائل، وأجا وسلمى جالسين في زاوية بيت العوجة يسولفون بهمس، خايفين حتى من صوت أنفاسهم. العوجة كانت تراقب الطريق وعينها تدمع، لأنها تدري أن النهايات في ذاك الزمن دايم تكون حزينة. وفجأة انكشف المستور. إخوان سلمى الخمسة وزوجها اللي كان يغلي غيره عرفوا المكان. في ذيك اللحظة تحولت حائل من أرض كرم إلى ساحة مطاردة وذبح. تخيلوا المشهد كأنه فيلم. أجا يمسك إيد سلمى ويركضون بين الشعاب، وصوت حوافر خيل العماليق تزلزل الأرض وراهم. الصياح مال المكان والغبار غطى ضوء القمر. مسكوهم وبكل قسوة. قتل أجا على الجبل اللي صار اسمه أجا، وسلمى قتلت على الجبل المقابل سلمى. أما العوجة فصلبوها بين الجبلين عشان تكون عبرة لغيرها. تدرون وش العجيب؟ إن اللي اقتلوهم ضاعوا في زحام التاريخ، ما حد يذكر أساميهم، لكن أجا وسلمى صاروا تضاريس، صاروا معلم لكل مسافر. لما تمر من هناك وتشوف الجبلين واقفين قبال بعض، تحس إنهم لين الحين يتهامسون، لين الحين العوجة هي السهل اللي يجمعهم. سبحان الله، حتى الحجر حفظ الوفا. الحين نبي نترك الشمال وننزل صوب الحجاز، وتحديداً حرة كشب عند فوهة الوعبة اللي نسميها مقلع طمية. العلم يقول إن هذا بركان انفجر قبل آلاف السنين وترك هالحفرة، بس شيباننا وأجدادنا كان عندهم راي ثاني، راي فيه خيال وشوية رومانسية.
طمية، الجبل اللي طار عقله. يقولون كانت طمية جبل أنثى ساكنة في الحجاز، وفي ليلة عاصفة، ليلة البرق فيها يشق السماء، لمحت من بعيد جبل في نجد اسمه قطن. قطن كان جبل أبيض وزين وعليه هيبة. طمية لما شافته اهتزت من مكانها، قالت: أنا وش مجلسني في الحجاز؟ قلبي والله صار في نجد. يا جماعة، خيال البدوي القديم والله يدرس. كيف ربط بين بياض جبل قطن وسواد حرة طمية، وكيف فكر إن الجبل ممكن يشتاق. هذا هو قمة الإبداع، إنك تشوف الطبيعة كأنها ناس تحب وتغار. قررت طمية تهاجر. تخيلوا المشهد، الجبل يشلع جذوره من الأرض، الصخور تتساقط، العجاج وصل للسماء، وطارت طمية في الهواء رايحة لنجد. تركت وراها فوهة الوعبة، الحفرة اللي نشوفها اليوم وننبهر بجمالها. عكاش الغيور المغرب. لكن السوالف الزينة دايم فيها عذول. جبل اسمه عكاش كان يشوفها وهي طايرة، وشبت فيه نار الغيرة. قال: والله ما تروحين لقطن وأنا حي. مسك رمحه ورماها وهي في كبد السماء. طمية ما وصلت لحبيبها قطن، طاحت قبل لا توصل بمسافة. وقفت هناك وحيدة وحزينة، بعيدة عن ديرتها في الحجاز، وبعيدة عن قطن اللي ما قدرت توصل له. لما تروح لموقع طمية وتشوف لونها الغريب اللي ما يشبه الأرض اللي حولها، صدقني بتصدق الأسطورة. الناس أول ما كانوا يبون كلام علمي وصعب، كانوا يبون قصة تلامس قلوبهم. طمية اليوم هي رمز لكل واحد حاول يغير حياته عشان اللي يحبه، حتى لو ما وصل، يكفيه إنه حاول وترك أثر، حفرة ما يمحيها الزمن. بصراحة يا جماعة، وأنا أسولف لكم الحين أحس بفخر كبير بتراثنا وعمق خيال أجدادنا. هذه القصص هي هويتنا. الجبال عندنا مو بس صخر صامت، الجبال تسولف، بس تبي اللي يفتح لها قلبه ويسمعها. أتمنى إن هالجلسة جازت لكم وكانت خفيفة عليكم. قبل ما تقفلون، أبي كل واحد فيكم يكتب لي في التعليقات وش أغرب قصة سمعتها عن جبل في ديرتكم. لا تنسون اللايك والاشتراك، ونشوفكم في سالفة ثانية من سوالف أرضنا العظيمة. في أمان الله.